أكتر حاجة عجيبة ممكن الواحد يشوفها إن حد بيهاجم عواد إنه إزاي أنت ما صدتش ولا ضربة جزاء. يعني فكرة إن حارس دايما بيكون عند حسن ظنك في ضربات الجزاء أو بيكسبك بضربات الجزاء، فهو مطالب إنه يعمل ده كل مرة. ده شيء مش طبيعي، يعني شيء مش طبيعي. وإنك أنت تعتبر إنه عدم حدوث اللي أنت متوقعه ده فشل، ده شيء مش طبيعي. ضربة الجزاء أصلا من وجهة نظري بتعتمد في المقام الأول على اللاعب، مش الحارس اللي اللاعب داخل يشوط عليه. لأن ببساطة في ضربات جزاء اللي هي محطوطة صح النموذجية الحارس مستحيل يجيبها، شبه مستحيل يجيبها. ضربة جزاء محطوطة في ارتفاع الحارس مش هيجيبها. ضربة جزاء محطوطة حتى على الأرض وقوية الحارس صعب يجيبها. طبعا في حراس بتكون عندها نقطة ضربات الجزاء دي هي متمكنة منها ومنهم عواد، لكن في النهاية هو مش دستور ان لازم عواد كل ما هتتشط ضربات ترجيح عواد يكسب الزمالك. ده مش دستور يعني. فده انتقادات عجيبة جدا ان عواد اللي راجع بعد 5 شهور وأدى أداء كويس جدا وصد كرة صعبة جدا أول ما نزل، فيكون في انتقادات لمجرد، طبعا انتقادات بسيطة لكن هي مضحكة. يعني حتى لو هي بسيطة هي مضحكة. دي نقطة عواد. نقطة شحاتة، اللاعب الكبير بيصنف انه قادر يكون دايما موجود معاك وقت ما تحتاجه. انسان عموما، العموم الانسان اللي قريب منك هو اللي بتلاقيه وقت ما بتحتاجه، ده في العموم. ففريق الكورة بصفة خاصة اللاعب اللي انت تقدر تقول ده انا هبني عليه، اللاعب اللي انت بتلاقيه وقت ما تكون انت محتاج تلاقيه. في الزمالك الحقيقة اللي على مدار المطوشة كده مطوشة جيدة ومطوشة سيئة واثبتوا انهم مؤهلين لده، من وجهة نظري هم 5 لعيبة والباقيين لسه متقدرش تقول ده. عواد، الونش، شحاتة، اسماعيل، بزير. من وجهة نظري دول اللي اثبتوا ان انت تقدر تعتمد عليهم، ان تقدر تطلع احسن من الاحسن من لسه ده مش احسن شيء طلع. فدول اللي اثبتوا ده من وجهة نظري. فكون ان اللاعب من وجهة نظري لو انت بتقيس اجمال على ماتشين النهائي فممكن يكون هو كان افضل لاعب في الزمالك في ظروف صعبة مر بيها، يدخل يضيع ضربة جزاء. انا الحقيقة شايف ان اللي اتعمل معاه كان شيء رائع من الجمهور برا الاستاد. وده اللي صح. اللي صح دايما انك تعرف تنتقد مين يستحق الانتقاد ومين يستحق الدعم، مين يستحق انك تقول له عادي معلش. ده فيما يخصش حد. الحقيقة ان انا فنيا يعني فيما يخص ماتش السيراميكا والزمالك، فكرة ان في طريقة معينة احنا هننزل هتلعب بيها فدي اللي بتجيب الفوز، ده شيء مش صح. لان في النهاية انت بتنزل تتعامل مع مباراة، تتعامل مع احداث مباراة، تتعامل مع مستوى خصم انت هتلاقيه في المباراة، مستواك انت اللي هتكتشفه في المباراة. ففي النهاية انت المفروض بتحاول تكون مركز، لان ده اللي يضمن الفوز او ده اللي يضمن انك تحقق هدفك في اي ماتش عموما. تركيز. بيبقى فيه اسلوب لعب، بيبقى فيه تحضير، بيبقى فيه قراءة، لكن في النهاية بيحصل مستجدات. انت ممكن تكون محضر على انك هتعتمد على اسلوب لعب في لعيبة دورها مهم جدا فيه ملهاش بديل شبهها بره، لاعب منهم تفقده. يعني مش على الماتش الجاي، بتكلم عموما اي ماتش. ففي الحالة دي اللي هيفيدك او يضرك يوقعك هو قدرتك على التعامل مع المستجد. فالتركيز هو العنصر الرئيسي، وده للأسف بيغيب كتير في الزمالك. فمن وجهة نظري أهم شيء اشتغل على الجهاز الفني للزمالك حاليا، هدوءه هو مش لعبته، هدوءه هو، انه ميتوترش، انه ميخرجش برا المباراة، انه مش مع اول هجمتين تيجي عليه وتوتره انه عايز يجيب اللقب يتوتر ويخرج برا الماتش. لو تاني متعادل للاخر ما يحصلش توتر ورعب، يبقى في ثبات. ده من وجهة نظري اهم شيء الزمالك يشتغل عليه قبل اي فنيات. بالنسبة للفنيات
من وجهة نظر الزمالك ما ينفعش ينزل الضغط في الأول مع اليأس اللي حاصل بسبب الكونفدرالية والمستوى. لو نزلت الضغط في الأول انت كده بتدخل روحك في أجواء سيئة جدا انت ما تقدرش تتغلب عليها، لأن الجهاز باللعيبة بيبي ما عندهمش الخبرة اللي أو التعامل مع التوتر اللي يقدر يعديه. فلازم في الأول الزمالك يضغط، بعد كده الزمالك يتعامل مع مجريات المباراة. خسرنا المباراة اللي فاتت مش عشان ضغط عالي أو ضغط متأخر أو ضغط متوسط، احنا خسرنا لأن ولاعيب الكرة في رجله ما بيتعاملش معاها بجدية، أو مش بجدية أو بيتعامل بجدية وتوتر، بس في توتر. عايز أرقص تلات، عايز ألعب بسرعة لقدام، أضرب شلوط. ده هو ده اللي خسرنا. اتعمل بهدوء، ادي لكل كرة قيمتها، متضيعش أي كرة بسهولة. أسلوب اللعب بيكون على حسب ظروفك وظروف المنافس اللي قدامك. مفيش أسلوب لعب بيضمن الفوز. اللي بيضمن الفوز هو التركيز والتعامل مع اللي بيحصل في الماتش. طبعا التحضير قبله انك تشوف هتقابل مين وبتقابله ازاي، بس في المطوشة الحاسمة اللي زي دي انت خلاص بتفنش. التركيز هو عنصر الحسم الأول قبل الفنيات وقبل أي شيء.